مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. وفيلمنا النهاردة فيلمنا النهاردة لمن تشرق الشمس. تاريخ العرض 1 يناير 1958. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة. عمر الفيلم 66 سنة. من تأليف شكيب خوري، ومن بطولة نور الهدى. أما عن قصة الفيلم، فيلم لمن تشرق الشمس مش معروف عنه قصة، ولكن معروف عنه شوية معلومات. إنه فيلم لبناني مش مصري، وإنه كان آخر أعمال نور الهدى بعد عودتها للبنان. قصة وسيناريو وحوار شكيب خوري، اللي اتعرض سنة 1 يناير 1958، وكان بيتصور لمدة 3 شهور. يعني بيتصور من شهر 10 و11 و12 سنة 1957. هو من إخراج يوسف فهدة، المخرج السوري الشهير. فيلم لمن تشرق الشمس كان بيتكلم عن موضوعات درامية كانت بتتكلم عنها الدراما والسينما في الوقت ده، وهي الحب والوفاء والتضحية والشهامة. حتى الأغاني اللي كانت في الفيلم كانت بتتكلم عن الموضوعات. وبالرغم من إننا ما شفناش الفيلم، والفيلم ده من المفقودات، ولكن لو قريت عنه على جوجل هتكتشف ان الفيلم ده من اهم الافلام اللبنانية اللي الناس شافتها على الاطلاق. الفيلم ده اول فيلم يتصور فيه اجزاء من تحت المية. فيلم لمن تشرق الشمس مثل لبنان في مهرجان الموسكو السينمائي عام 1958. لمن تشرق الشمس هو من أهم الأفلام العربية اللي اتعرضت في الخمسينات. وبالرغم ان النهاردة مفيش اي قصة لأي فيلم، ولكن في انجاز، وهو انجاز عربي. ان فيلم في خلال 3 شهور بيتصور ياخد جايزة مهمة جدا في مهرجان الموسكو. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، يا رب يكون عجبكم. سلام.